دائما في نفس السياق، حيث أحيت صباح اليوم قبيلة شرفاء رقيبات ولاد موسى فعاليات الموسم الديني السنوي لزاوية الولي الصالح الشيخ سيد أحمد وموسى. الموسم في نسخته الرابعة عشر عرف حضور وفد رسمي هام ضم شخصيات مدنية وعسكرية. يوسف زعواطي، مبارك الباز، والربورتاج التالي. مقام الولي الصالح الشيخ سيد أحمد وموسى دفين منطقة الحصيات قبلة مريدي الطرق الصوفية وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية من الجهات الجنوبية الثلاث ضمن فعاليات الموسم الديني للزاوية. تقليد سنوي دأبت مكونات القبيلة على إحيائه من حفدة وأبناء الشيخ الزاهد، ينهل من معين الرسالة العلمية والدينية للزاوية في إشاعة المذهب السني المالكي والذود عن الثوابت الوطنية للأمة. فعاليات الموسم تزامنت وحلول لجنة ملكية تحمل في العمق صلة وصل بين إمارة المؤمنين وحفدة العارفين بالله. نحيو هذا الموسم وهذه السنة ولله الحمد في النسخة ديال 14، واللي الحمد لله من اللي نعدلوه نشعروا بنوع من الارتياح والرحمة والسكينة والطمأنينة، من نوع من التلاقي بين جميع أطياف القبائل الصحراوية هون عند هذا الولي الصالح. اليوم نهار فضيل تلاقي فيه الناس من أنحاء المملكة، تعانق فيه، تسالم وتشاور، وشي عادي عندها وشي طبيعي، وتتراحم وتتشاور فيه. حفل ديني وتواصلي، وجينا لأن هذا أخوتنا نشاركهم في هذا الحفل اللي ذا هو. وهذا الحفل هو قاعد الصحراء هاي كاملة تقريبا إلا قبيلة واحدة، وساداتها لا تحسبها عن ساداتها كاملين، وجينا نآزروهم في هذا الحفل اللي ذا هو. كل المواسم احنا نحضروا لها بصفة عامة، لأن مواسم القبائل الصحراوية في الأقاليم الصحراوية هي التصالح ولقاء الكل الأحباء والأصدقاء والدعاء لأمير المؤمنين والبلد، وهذا الشيء الحمد لله موروث ثبا عن جد، وإحنا الحمد لله لازلنا مصممين عليه إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الموسم الديني لزاوية الولي الصالح الشيخ سيد أحمد وموسى امتداد للإشعاع الديني والعلمي بحمولة اجتماعية يصونها الخلف في مناسبة لإحياء صلة الرحم والبث في مختلف القضايا. برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله ضمنها المشاركون من حفدة وأبناء الولي الصالح تثمينهم المطلق للتوجهات الملكية السامية. في شأن الدين